النهاردة مش هحكي والسلام. أنا هفتح معاك صندوق بندورة اللي هيقلب كل موازينك. عمرك سألت نفسك إيه اللي يخلي ملك في قمة مجده وقوته يرمي تاجه وعرشه في النيل ويمشي حافي في الصحراء عشان خيال في ورقة؟ هو إيه اللي شافه بلوقيا في خزاين أبوه السرية وخلاه يقرر ينبش قبره ويحرقه؟ هل ممكن يكون الحب من أول سطر أخطر من السحر الأسود؟ طيب بلاش دي. سمعت قبل كده عن قانون فيزياء الجحيم. تخيل إن أفاعي جهنم بتطلع تصيف على شواطئنا عشان النار بتاخد نفسها، وإزاي إنسان قدر يدوس على الموج ويمشي فوق البحار السبعة بمرهم سحري مصنوع من دموع الغرابة. والسؤال اللي هيلف دماغك، هل فعلا خاتم سليمان لسه موجود في مغارة بيحرسها ملك نوراني وأي حد بيقرب منه بيتحول لرماد في ثانية زي ما حصل مع عفان؟ وإيه اللي بيحصل ورا جبل قاف؟ وهي بجد الزلازل اللي بتحصل في الأرض مجرد حركة عروق في إيد ملك موكل بنهاية العالم؟ واللغز الأكبر اللي سابه لنا بلوقيا قبل ما يموت، مين الشاب اللي قاعد بيبكي ورا بوابة الزمن بين قبرين وقصته خلت رحلة بلوقيا كلها تبان كأنها لعب عيال؟ جهز مشروبك وطفي النور، افصل عن العالم من حواليك لأننا طالعين رحلة ما وراء العقل في زوايا الكون اللي ممنوع حد يقرب منها. فهل حضرتك شايف نفسك قد المواجهة مع الحقيقة دي؟ يلا اضغط لايك وما تنساش تفعل الجرس. أنا محمد سعد الله، ويلا بينا على الموسيون قصة. الحكاية الحقيقية النهاردة عن زلزال ضرب ملك من ملوك بني إسرائيل العظماء. زلزال خلاه يرمي التاج والصولجان ويدوس على الدنيا عشان يلحق سر اكتشفه بالصدفة. الحكاية بتبدأ في مصر في زمن سحيق قبل بعثة سيدنا محمد بقرون طويلة. كان في ملك من بني إسرائيل اسمه طوقيل، كان علامة وعالم متمكن جدا بالتوراة. كان زاهد وعادل والناس بتحترم كلمته كأنها دستور مقدس لا يمكن مخالفته. الملك ده خلف ولد وسماه بلوقيا ورباه على الحكمة والعدل من صغره. مرت السنين والملك عجز وحس ان ساعة الصفر قربت وموعد الرحيل جه. جمع الحاشية والوزراء وقال لهم وصية مقتضبة: أمانتي ليكم هي ابني بلوقيا، خلوا بالكم منه. مات الملك واتعملت له جنازة مهيبة وبلوقيا قعد على العرش مكانه. وبلوقيا طلع نسخة طبق الأصل من أبوه في العدل والحكمة، والشعب ارتاح لوجوده لحد ما جه اليوم الموعود اللي الفضول المقدس لعب في دماغه. الملك الشاب قرر انه يفتح الخزاين السرية بتاعت ابوه اللي كانت مقفولة وممنوعة بقالها سنين. خزاين عليها تراب الزمن وعلامات تحذير مرعبة تخوف اي حد يقرب منها. دخل يقلب في ورث ابوه ويفتح صناديق الذهب والياقوت اللي تخطف العين لحد ما عينه وقعت على صندوق ذهب بنقوش غريبة وكأنه بينطق وبيقول له افتح لي. بلوقيا فتح الصندوق وقلبه بيدق ولقى جواه ورقة، مجرد ورقة مخطوطة قديمة، لكن المخطوطة دي كانت أغلى من كل كنوز الأرض ومن ملك مصر. قربها من المشعل وبدأ يقرأ، وهنا كانت الصاعقة اللي هزت كيانه بالكامل. المخطوطة دي كانت جزء مخفي من التوراة ومحرم على أي حد إنه يشوفه. مكتوب فيها وصف دقيق جدا لنبي هيغير وجه التاريخ اسمه محمد. مكتوب وصفه، خلقه، رسالته، وحتى علامات ظهوره في آخر الزمان. بلوقيا كان بيقرأ والدموع بتنزل من عينه وحس بعشق فوري للنبي ده، عشق الشخص لسه ما شافهوش ولا حتى يعرف هو اتولد في زمانه ولا لسه. بس الحب ده فجأة تحول لغضب جحيمي ونار قايدة في صدر الملك. عقله بدأ يربط الخيوط ببعضها. يعني ايه؟ يعني ابويا والعلماء كانوا عارفين ومخبيين عليا، مخبيين عليا انا، مخبيين اعظم خبر في تاريخ البشرية وسايبين الناس تايهة كده في الضلمة. الملك الهادي تحول لوحش وجمع الوزراء وصرخ فيهم: يا خونة، ابويا الملك فين؟
قالوا له بارتباك: في قبره يا مولاي. فصرخ بصوت هز جدران القصر كله: انا هروح انبش قبره دلوقتي واطلع جثته واحرقها بالنار قدامكم كلكم. تخيل الغضب اللي يخلي ابن عايز يحرق جثة ابوه بسبب كتمه لشهادة الحق. الوزراء قعدوا يبوسوا ايده ورجله ويحايلوا فيه ان ابوه كان خايف عليه وعلى الملك. بلقيا سابهم باحتقار وراح لامه ورمى التاج من على راسه كانه حته خرده، وقال لها بقرار حاسم: يا امي، انا خلاص قلبي اتخطف ومش قادر استمر هنا. انا هسيب مصر والعرش وهخرج ادور عليه في ارض الله الواسعه، مهما كان مكانه بعيد يلاقيه وابوس رجله، يموت وانا بحاول اوصل له واوصل لنور نبي اخر الزمان. امه حاولت تعقله وتقول له ان ده وهم، بس بلقيا كان خلاص ركب دماغه، جهز شنطته، وفي ليله مظلمه اتسحب الملك من قصره وخرج للصحراء لوحده. خرج مجهول ووحيد وعاشق عشان يبدأ رحلة من أغرب الرحلات الأسطورية، رحلة فيها أفاعي بتتكلم وجزر شياطين، وصوله لحدود جبل قاف العظيم أي بعد الجدار الجليدي. ودي كانت البداية لرحلة بلوقيا اللي ساب الدنيا عشان يدور على نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استعد علشان اللي فات من رحلة بلوقيا كان كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. احنا سبناه وهو واخد قرار انتحاري ورمى تاج مصر ورا ظهره ولبس عباية الدراويش وخرج من مصر زي الهارب في نص الليل، ومحدش حس بيه ولا حتى أمه لحقت تودعه. تخيل ملك متعود ينام على ريش نعام، فجأة بقى ماشي حافي في الصحراء وبياكل كفاف يومه. المحطة الأولى كانت بلاد الشام، وهناك وقع في فخ الخيانة المقدسة من أحبار بني إسرائيل. كان بيلف على المعابد وبيسأل: تعرفوا نبي اسمه محمد هيظهر في آخر الزمان؟ لقى نظرات مريبة ومؤامرة صمت لحد ما قابل حبر كبير دقنه بيضة وشكله وقور. لقيا ارتاح له وحكى له سره، لكن الحبر ده كان الحقد والغل مالي قلبه من العرب كلهم. الحبر قرر يضلل الملك المسكين وقال له بمكر: النبي ده مكانه في بلاد الإفرنج بأوروبا. تخيل الخسة، بدل ما يبعتوا جنوبا للجزيرة العربية بعتوا شمالا عكس الاتجاه تماما. بلقيا صدقه وجرى على المينا وركب سفينة متجهة لأوروبا وهو بيحلم بلقاء الحبيب. في نص الطريق السفينة رست على جزيرة مجهولة في البحر المتوسط عشان الراحة. بلقيا نزل يشم هوا، ومن كتر التعب نام نوم عميق زي أهل الكهف تحت ظل شجرة، عشان يصحى ويلاقي الشط فاضي والسفينة مشيت ونسيوه لوحده في جزيرة ما يتسكنش فيها. قعد يصرخ وينادي لكن مفيش فايدة، فبدأ يجر رجله جوه الجزيرة يدور على أي أكل. وهو ماشي سمع صوت همهمة وتسبيح جماعي كأن في جيش بيصلي. انشرح صدره وافتكر إن في مؤمنين، لكن الصدمة جمدت الدم في عروقه لما شاف مصدر الصوت. دول مش بشر، دول أفاعي، وأصغر أفعى فيهم بحجم جمل، جلودهم سميكة وعيونهم بتقدح شرار وأنيابها زي الخناجر. الأفاعي دي هي اللي كانت بتسبح، وبلقيا وقف متسمر مكانه مش قادر ياخد نفس. حاول يتراجع ببطء عشان يهرب، لكن غصن شجرة اتكسر تحت رجله. فجيش الأفاعي كله لف وبصوله. حلولي زعيمة الأفاعي زحفت ناحيته وسألته بصوت فحيح مرعب: انت مين وايه اللي جابك هنا؟ لقيا حكى قصته بلسان تقيل، وبمجرد ما ذكر اسم محمد الأفعى هديت وقالت له: احنا بنصلي عليه. سألها بفضول: انتوا مين وشكلكم مرعب كده ليه؟ وهنا كانت الصدمة الكبرى. قالت له بصوت يخلع القلب: يا بلقيا، احنا مش من أهل الأرض، احنا من أهل جهنم. شرحت له ان جهنم لما بتتنفس زفير بتطرد الافاعي دي لوش الدنيا، والزفير ده اللي بيسبب حر الصيف، ولما بتاخد شهيق بتسحبهم تاني، وده اللي بيسبب الزمهرير والبرد القارس اللي بنحسه في الشتاء.
قالت له كمان احنا اصلا الافاعي اللطيفة والصغيرة في جهنم، وفي جوه وحوش تبلع الارض كلها. بلقيا حس ان عقله خلاص هيفوت، وسألها بتوسل عن مكان النبي محمد، لكنها قالت انها ما تعرفش. نصحته يلحق سفينة تانية رست على الشط ويهرب فورا قبل ما جهنم تسحبهم تاني لجوفها. جرب لقيا بأقصى سرعة وركب السفينة وهو بينهج، والمرة دي كانت السفينة راجعة للقدس. قرر انه مش هيرجع مصر وهيدور في بيت المقدس على حد يدله بجد بعيدا عن الكذابين. لكن بلقيا ما يعرفش ان رعب الافاعي كان مجرد لعب عيال جنب اللي مستنيه في القدس، وهناك هيقابل شخصية هتاخده لرحلة السحر الاسود والمشي على المية وسرقة خاتم سليمان. شخصية هتقنع بلوقيا انه ينتحر تاني ويدخل في دوامة ما ينفعش الخروج منها الا بمعجزة. تفتكر مين الشخص ده؟ وايه السر اللي هيخليه يغامر بحياته فوق جبل قاف؟ بلوقيا وهو هربان من افاعي جهنم وراجع لبيت المقدس مكسور الجناح، بس لسه جواه نار الحب والشوق لنبي آخر الزمان في القدس. بلقيا كان قاعد في ركن من أركان المعبد بيدعي ربه يفتح له طريق، وفجأة الستارة اتفتحت على شخصية هي الأذكى والأخطر في الحكاية كلها النهاردة يا كينج. دخل على بلقيا وهو قاعد شخص اسمه عفان. عفان ده ما كانش مجرد عالم، ده كان ديب في صورة إنسان، خبير في التوراة والإنجيل والكيمياء والفلك وعلوم السيمياء. أول ما شاف بلقيا عرف إنه صيد ثمين وكنز لازم يستغله. عفان خد بلقيا بيته، أكله وشربه وبدأ يرمي شباكه عليه. قال له يا بلقيا أنا عارف إنك بتدور على محمد، بس خد الصدمة دي، محمد لسه ميعاده ما جاش وانت هتموت قبل ما تشوفه. بلقيا انهار تماما وقال له يعني ايه؟ يعني كل رحلتي دي راحت على الفاضي؟ هنا عفان رمى السم في العسل وقدم له العرض الشيطاني. قال له في طريقة واحدة بس تخليك تعيش آلاف السنين وتلحق زمانه، والطريقة دي هي الخلود. لازم نشرب من مية الحياة اللي شرب منها الخضر عليه السلام، بس عشان نوصل لها لازم ناخد خاتم سليمان الأول. تخيل الجرأة والجنون، عفان بيخطط لسرقة أعظم أثر في تاريخ الأرض، خاتم نبي الله سليمان اللي بيحكم بيه الإنس والريح والجان. بلقيا من كتر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وافق ومشى ورا الشيطان عفان في رحلة انتحارية. عفان قال له الخاتم مدفون في مغارة في آخر العالم ورا البحار السبعة، وعشان نوصل لازم نرجع لملكة الأفاعي اللي انت شفتها. رجعوا للجزيرة الملعونة، وعفان بقدراته السحرية قدر يقنع ملكة الأفاعي تدلهم على عشبة سرية. العشبة دي لو اتطحنت وادهنت بها الرجل تخلي البني آدم يمشي على وش المية كأنه ماشي على رصيف شارع المعز في القاهرة عادي يعني. المشهد كان سريالي ومذهل لأبعد الحدود. بلقيا وعفان واقفين على شط البحر دهنوا رجليهم بالمرهم السحري ده وخطوا أول خطوة، وفجأة بقوا بيجروا فوق الموج بسرعة البرق، والبحار السبعة بقت تحت رجليهم زي السجاد. بلقيا كان مبهور، بس عفان كانت عينه بتلمع بشهوة السلطة والسيطرة. هو مش عايز يقابل النبي، هو عايز يحكم العالم بخاتم سليمان. بعد رحلة مستحيلة فوق المية وصلوا لجبل ضخم فيه مغارة بتنور بنور رباني غريب. دخلوا المغارة وفي نصها لقوا تخت من ذهب مرصع بالياقوت وعليه جثة نبي الله سليمان عليه السلام، نايم وكأنه لسه ميت حالا بكل جلال ومهابته، وعلى صباعه كان الخاتم، السر الأعظم اللي الكون كله بيترعب منه. عفان ريقه جري وقال خلاص الدنيا بقت ملكي. قرب من الجثة وهو بيترعش، وبلقيا واقف ورا بعيد وقلبه مقبوض من الخوف. أول ما عفان مد إيده عشان يلمس الخاتم ويشده من صباع سيدنا سليمان
حصلت الزلزلة. من تحت التخت، من تحت السرير الذهبي ده، خرجت أفعى تانية خالص غير كل اللي شافوها قبل كده. دي أفعى نورانية وعيونها جمر نار، وهي حارس الخاتم الموكل من السماء. صرخت صرخة هزت الجبل. ارجع يا ملعون، الخاتم ده مش ليك. بس عفان كان خلاص السواد عمى قلبه، وطمع الخلود خلاه يستهين بالتحذير. مد ايده تاني، وفي لحظة شرارة طلعت من الخاتم ومعاها نفخة نار من الأفعى الحارس. بوم! في ثانية، في ثانية واحدة بس، الحبر عفان العالم العبقري والمتحايل تحول لكومة رماد. مات في شر أعماله واتحرق بنار الغرور قبل نار الأفعى. بلقيا شاف صاحبه بيتبخر قدام عينه، والرعب لجم لسانه تماما. جرى زي المجنون بره المغارة، وقع على ركبه وهو بيصرخ: أنا شاركت في سرقة قبر نبي. أغمى عليه من كتر الصدمة، ولما فاق لقى نفسه وحيد في آخر العالم. عفان اللي معاه السر مات، وهو مش عارف هيرجع ازاي ولا هيروح فين. هل دي النهاية؟ لا يا كينج، دي لسه البداية الحقيقية. لقيا وهو تايه وبيعيط لقى كائن من نور واقف قدامه، وده كان ملك من الملائكة، واللي قال له جملة واحدة حطمت آماله: يا بلقيا، زمن محمد لسه بعيد وانت مش هتلحق تشوفه. ارجع من حيث أتيت. بس ازاي يرجع وهو في مكان مفيش فيه بشر ولا سفن ولا في أي وسيلة؟ هنا بتبدأ المرحلة التانية من الجنون الأسطوري. بلقيا هيقابل الجن المؤمن، وهيدخل في حرب عالمية بين قبائل الجن، وهيسمع تفاصيل مرعبة عن طبقات جهنم السبعة من لسان ملك الجن شخصيا. تفتكر بلقيا هيقدر يخرج من مملكة الجن حي؟ وإيه علاقة جبل قاف الزمردي باللي هيحصل؟ اجهز عشان اللي جاي رعب شرعي من اللي قلبك يحبه. بص يا كينج، اللي فات حمادة واللي جاي تسونامي أساطير. بلقيا دلوقتي واقف لوحده قدام جبل سليمان، وعفان بقى مجرد كومة رماد، وهو بقى تايه في مكان ملوش خريطة ولا فيه أثر لبني آدم. الملك اللي كان بيأمر ويطاع بقى طريد في أرض مش أرضنا، ومكان غريب عن عالمنا. دهن رجله بآخر شوية من المرهم السحري اللي كان معاه، ورمى نفسه في البحر، ومن كتر اليأس بقى ماشي فوق الموج، وهو مش عارف هو رايح فين، بس عارف إنه لازم يهرب من لعنة المكان اللي هو فيه. وهو ماشي في نص المحيط بدأت تظهر له جزر خارجة من أعمق روايات الرعب. أول جزيرة نزلها كانت صدمة بصرية بجد. الأرض مش تراب ولا عفار زي ما احنا عارفين. الأرض عبارة عن زعفران وحصى من ياقوت، وريحتها تخلي النافوخ يلف من جمالها. والشجر فيها بيطلع فاكهة ألوانها خلابة لدرجة إنها منورة في الضلمة زي المصابيح. لقيا قال: يا فرج الله، وافتكر ان الدنيا ضحكت له، فاكل ونام من كتر التعب. بس يا ريت منام، صحى بالليل على صوت زئير كوني جاي من اعماق البحر. المشهد اللي شافه خلاه يتمنى لو كان فضل في جزيرة الافاعي ولا شافش اللي بيحصل. وحش ضخم خرج من المية، وبلقيا معرفش يوصفه من كتر ما هو غريب ومخيف. وخرج وراه جيش من القروش والحيتان اللي ماشية وراه كأنها حرس جمهوري في موكب ملكي. وفجأة خرج من قلب الغابة وحوش برية، أسود ونمور بملامح مش طبيعية وبأحجام مهولة، وقعدوا كلهم مع بعض على الشط في مؤتمر قمة بين وحوش البر ووحوش البحر. قعدوا يتناقشوا بلغات مجهولة، وبلقيا مستخبي ورا الصخرة بيموت من الرعب. فضل حابس أنفاسه لحد ما الشمس طلعت وكل وحش فيهم رجع وكأن شيئا لم يكن. هرب وراح لجزيرة تانية لقى فيها بنات البحر اللي بنسمع عنهم في الأساطير، نص ست ونص سمكة، خارجين بيلعبوا بجواهر بتنور في الضلمة، وشعرهم طويل. جمالهم يسحر العقل، بس سحر فيه خطر. بلقيا خلاص ما لمس حد فيهن ونفد بجلده، لأنه خلاص عرف بالتجربة إن في الأماكن دي الجمال هو أول طريق الهلاك والضياع.
بعد أيام من التيه وأكل السمك الني، وصل بلقيا لأرض عملاقة ما فيها حدود. أشجارها بتناطح السحاب، وفاكهتها شكلها يخلي الريق يجري من الحلاوة. بلقيا كان هيموت من الجوع، لقى شجرة تفاح شكلها يجنن وقرر يقطف منها. مد ايده يقطف واحدة، وهنا حصلت الرعدة اللي هزت كيانه بالكامل. صوت زلزل الأرض تحته وصرخ فيه: سيبها يا ابن آدم، هتكرر غلطة أبوك. بلقيا لف وشه وقع من طوله من كتر الفزع، وقدامه كائن طوله 40 ذراعا، عملاق جبار، ملامحه فيها هيبة مرعبة ووقار، وبص في عين بلقيا بدهاء قديم. بلقيا سأله وهو بيترعش ومنهار: انت مين؟ العملاق رد عليه بنبرة خلت الجبال ترن: أنا شراهية، أنا جني مؤمن وموكل بحراسة هذه الشجرة. دي نسل من شجرة الجنة اللي أبوك آدم أكل منها واتطرد بسببها من رغد العيش. شراهية قعد مع بلقيا وحكاله إن الأرض دي مش للبشر، دي مملكة الجن العظمى. وقال له معلومة مثيرة للجدل جدا: إن الجن المؤمن موجودين في أماكن البشر مش بيوصلوا لها، وإنهم بيحرسوا بقايا آثار الجنة اللي لسه موجودة في الأرض عشان البشر بطمعهم ما يفسدوهاش. لقيا حكى له قصته إنه ساب ملكه وبيدور على النبي محمد في كل ركن في الكون. شراهية بصله بشفقة وقال له: يا مسكين، انت دخلت في سكة اللي يروح ما يرجعش، بس عشان انت محب بصدق انا هساعدك وادلك على الطريق اللي ينقذك. قال له: سر الرحلة امشي في الاتجاه ده، بس اياك تلمس تفاحة واحدة، واياك تقف لأي صوت يناديك. انت داخل دلوقتي على منطقة الحرب، منطقة حكم الملك صخر، ملك الجن المؤمن، الملك اللي بيحارب الأبالسة كل يوم في معارك ما بيسمعش عنها عالم الإنس بتاعك. لقيا ساب العملاق شراهية ومشى وهو بيسمع في الهوا أصوات سيوف ورعد جاية من بعيد. دي مش عاصفة طبيعية، دي معركة الجن الكبرى اللي بلقيا هيكون شاهد عليها بجد. تخيل تبقى ماشي لوحدك وتشوف جيش من الجن الطيار بيحارب جيش من المردة في السماء. وقول لي صحيح يا اخويا يا ابن آدم، لو كنت مكان بلقيا وشفت التفاحة اللي بتلمع وانت ميت من الجوع، كنت هتاكلها؟ شكل الإجابة مش سهلة. طيب، وانت بتفكر استعد عشان وصلنا لمحطة بلقيا الأخيرة وتخطيه الجدار الجليدي. ايه اللي حصل هناك وايه اللي شافه بعينه؟ ودلوقتي احنا عدينا مرحلة الخيال ودخلنا لمرحلة الذهول التام. بلقيا دلوقتي ماشي في أرض الجن، والجو حواليه بدأ يتغير تماما، ريحة بارود وصوت صليل سيوف بتقطع في الهواء ورعد بيزلزل الأرض من غير شتاء. بلقيا وصل لوادي ضيق وبص من فوق الجبل وشاف مشهد يوقف القلب: جيشين من الجن بيقطعوا في بعض، وسيوف ورماح مشتعلة، خيول بتطير في السماء، ومعركة عنيفة بين الجن المؤمن والجن الكافر. وهو واقف بيشوفهم مبهور. رادار الجن بيلقطوا وحصروه من كل اتجاه، عرفوا انه انسي مؤمن وتايه، فأخدوه للمقر الرئيسي للمعركة. دخل على خيمة خضراء عملاقة هي قلب المعسكر، وفي نصها قاعد الملك صخر. الملك صخر حاكم الجن المؤمن بصله بهيبة وقال له: يا ابن آدم، اللي رماك في محرقة الجن؟ بلقيا حكاله عن وجع قلبه وحبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الملك صخر هنا هدى وقرر يعلمه الدرس الأكبر اللي مفيش بشر سمعوا قبل كده. هنا بقى الملك صخر كشف لبلقيا عن جغرافية الآخرة بشكل مرعب ومثير للجدل. قال له إن جهنم مش مجرد حفرة نار، دي بنيان هندسي مرعب من 7 طبقات. الطبقة الأولى وهي جهنم، ودي المخصصة للعصاة من المؤمنين، وهي أخف نوع من أنواع العذاب. الطبقة الثانية والأعمق هي لظى، ودي الجحيم المخصص للكفار والمعاندين. الطبقة الثالثة هي الحطمة،
ودي المفرمة اللي مستنية قوم يأجوج ومأجوج. الطبقة الرابعة هي السعير، ودي المقر الإجباري لإبليس وجنوده من الشياطين. الطبقة الخامسة هي سقر، ودي نصيب اللي بيضيعوا الصلاة وبيتهاونوا فيها. الطبقة السادسة هي الجحيم، ودي مستودع قتلة الأنبياء والظلمة. الطبقة السابعة والأخيرة والأعمق على الإطلاق هي الهاوية، ودي القاع المظلم للمنافقين ومحدش بيخرج منها أبدا. بلوقيا كان بيسمع والأرقام بتعمل له ايرور في دماغه من كتر الهول والذهول. الملك صخر يسكت؟ لا، ده لسه مكمل وصف. قال له إن أهون طبقة فيها 70,000 وادي، وفي كل وادي 70,000 مدينة. أرقام فلكية بتوصف حجم العذاب اللي البشر مش متخيلينه ولا مستوعبينه. بلوقيا قال له يا ملك، أنا استكفيت رعب خلاص، عايز أرجع مصر. الملك صخر قال له رجوعك لمصر من هنا انتحار، بس هبعتك للملك براخيا، هو اللي يقدر يتصرف. وهنا ظهرت الفرس السحرية، حصان ملوش ملامح وسرعته بتكسر حاجز الزمن. الملك صخر حذره، اركب وامسك في رقبتها وياك تضربها او توجهها، هي عارفة طريقها. بلوقيا ركب وفجأة الأرض بقت تحتهم زي شريط سينما بيجري تحت رجليه بسرعة البرق، وفي ساعات بس قليلة قطع مسافات يقطعها البشر في سنين طويلة. ووصل للملك براخيا. براخيا قال له طريقك لسه طويل، لازم تروح لنهاية العالم خلف جبل قاف. جبل قاف هو الجبل الزمردي أو الجدار الجليدي اللي محاوط الأرض كلها كأنه عمودها الفقري. هناك بلوقيا شاف العجب العجاب اللي مفيش عين بشرية شافته قبله. قابل ملك الليل والنهار، كان معاه لوح نصه أبيض ونصه أسود بيبدل الفصول بأمر إلهي. وقابل ملك جبل قاف اللي قال له إن كل زلزال في الدنيا سببه إن الملك بيحرك عرق واحد من عروق الجبل. الملك قال له إن ورا الجبل أرض بيضاء من الفضة فيها ملائكة شغلتهم بس التسبيح، في جبل من الثلج والبرد هو اللي بيمتص حرارة جهنم عن البشر، ولولاه لتحولوا لرماد. في نهاية الرحلة الملك دله على بوابة عظيمة عليها حراس من الملائكة. أول ما البوابة اتفتحت بلوقيا دخل في نور ساطع، لقى قدامه راجل لابس أخضر، راجل شيخوخته فيها هيبة كونية ووقار ملوش مثيل في عالم الإنس. تفتكر مين الشخص ده؟ وإزاي هيرجعه مصر في غمضة عين؟ وقبل ما نعرف مين هو الشخص ده، كنت حابب أسألك سؤال. لو قدامك الفرس السحرية دلوقتي، تختار تروح بيها فين بلمح البصر؟ خلاص، دلوقتي وصلنا لمحطة النهاية في أغرب رحلة عرفها تاريخ البشر، اللحظة اللي بينتهي فيها التيه وبتبدأ فيها المعجزة اللي ما كانتش على البال. لقيا عند البوابة العظيمة ولقى نفسه في أرض نورها يخطف العين من جمالها. وهنا شاف الهيبة متجسدة في صورة إنسان ملوش مثيل في وقاره، راجل لابس لبس أخضر ووشه فيه سكينة غريبة كأنها جاية من عالم تاني خالص. بلوقيا عرفه من غير ما يتكلم ومن غير ما يسأل أي حد من الحراس، ده الخضر عليه السلام، الرجل الصالح اللي بيدور عليه كل تايه في ملكوت الله. بلوقيا جرى عليه وهو بيبكي ومنهار، يا سيدي أنا شفت الأهوال وعبرت البحار، أنا ضاع مني الملك والجاه عشان خاطر شوقي لنبي آخر الزمان. الخضر بصله بابتسامة فيها علم وحكمة وطبطب على قلبه الموجوع، قال له يا بلوقيا ارتاح، تعبك ما ضاعش عند ربنا، بس المكتوب ما منوش هروب. انت مش هتلحق زمن محمد، بس حبك ليه شفع لك انك ترجع لأهلك سالم غانم. الخضر قال له غمض عينك وإياك تفتحها مهما حسيت بزلزلة أو حركة غريبة. بلوقيا غمض وفجأة حس إن جسمه بيتفكك وبيتركب تاني في حتة تانية بعيدة. حس بهوا مصر الدافي وريحة النيل وصوت جدران القصر اللي سابه من سنين. فتح عينه ببطء
ولقى نفسه في نص أوضته اللي خرج منها ملك ورجع لها درويش. الرحلة اللي خدت سنين وعبر فيها قارات وعوالم وجن وملائكة، الخضر خلصها في ثانية واحدة. لقيا سجد لله سجدة شكر طويلة، وعرف إن المستحيل كلمة ما بيعرفهاش غير اللي إيمانه ضعيف. بس استنى، قبل ما بلقيا يغمض عينه مع الخضر لمح مشهد هيفضل محفور في ذاكرته، مشهد ما حكاهوش لأي حد غيره وهو في اللحظات الأخيرة وبيموت. لمح شاب غريب قاعد في أرض الملائكة الفضية وماسك قبرين وقاعد بيبكي عليهم بحرقة، بكاء يقطع القلب. فسأل بلقيا الخضر بفضول: مين ده يا سيدي؟ الخضر قال له: ده قصة تانية خالص، قصة شاب شاف أهوال تخلي اللي انت شفته ده لعب عيال. تخيل، في رحلة ألعن وأصعب من رحلة بلقيا اللي لف فيها أقطار الأرض والسماء. في بني آدم وصل لحتة محدش وطأها قبله، قاعد هناك بيبكي على سر مدفون في قبرين. خلصت قصة بلقيا الملك اللي ساب التاج عشان يدور على النور ورجع لعرشه ومعاه كنز اليقين. بس قصة الشاب والقبور لسه بتبدأ، قصة فيها أسرار هتزلزل كيانك وتخليك ما تنامش الليل. لو عايزني أحكي لك حكاية الشاب والقبور اللي بلقيا نفسه خاف منها، قولي في الكومنتات فورا. وتفتكر إيه اللي ممكن يكون أغرب من المشي على المية ومقابلة ملك جبل قاف؟ مستني حماسك للقصة اللي جاية. الرحلة العجيبة دي يا كينج مش خيال مجرد، دي مليانة رسائل لو ركزت فيها هتغير نظرتك لحاجات كتير في حياتك. وهقول لك دلوقتي أهم 7 دروس ممكن نطلع بيها من قصتنا. اليقين في البحث عن الحقيقة هو المحرك الوحيد اللي يخلي الإنسان يضحي بأي ملك أو جاه زائل. طريق الحق دايما مليان مخادعين زي الحبر الكذاب وعفان، والذكاء لوحده من غير تقوى بيبقى هلاك. والحب الصادق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي شفع لبلقيا وحماه من المهالك وخلى الخضر يرجعه بلده في ثانية. الطمع في الخلود أو السلطة هو أسرع طريق لنهاية مأساوية زي ما حصل مع عفان اللي تحول لرماد. الصبر على أهوال الطريق والرضا بالمكتوب هم اللي بيوصلوا الواحد في الآخر لبر الأمان وراحة البال. عظمة الكون وتعدد طبقات الوجود بتعرفنا إننا كبشر لا نملك من العلم إلا قليلا مهما وصلنا من معرفة. المعجزة الحقيقية مش في خاتم سليمان ولا في المشي على المية، لا، المعجزة في إيمانك اللي بيخلي المستحيل يبقى حقيقة. وبس كده، بشكرك إنك وصلت لغاية هنا. وعلى فكرة، ممكن في التعليقات ترشح لي قصص وموضوعات حابب تعرف عنها. اتأكد إنك ضغطت لايك وفعلت الجرس عشان يوصلك إشعار بقصة جديدة في المسيون قصة. أنا محمد سعد الله، وإلى اللقاء.